أنهم الآن بيد الله العالمين مطالبين أن يكونوا الجيل الواعي. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. أعتذر إليكم أيها الأساتذة، أيها العلماء الكرام، ما حضرت لمبحث القدس شيئا إلا أني أسلم عليكم وأقول إني نحن من اتحاد العلماء الإسلامي ومدارس الإسلامية في شرق تركيا، ولنا مدارس كثيرة حوالي 50 مدرسة في تركيا، وجميع عملنا ودعائنا قبل كل مشكلة القدس. نحن في شرق تركيا حوالي 30 سنة نجادل مع الشيوعيين وأعداء الإسلام، ونحن في جميع أحوالنا مع القدس، ونحن نسأل أن يحرر الله القدس على أيدينا وأيدي طلابنا، ونحن حاضرون بأنفسنا وشيوخنا وشبابنا بأموالنا وطلابنا لأن يخلص الله على أيدينا القدس الشريف، وأن يوفقنا وجميع المؤمنين لأن نصلي صلاة الجمعة وصلاة الشكر وصلاة الفتح في القدس المبارك في مسجد الأقصى المبارك، ونرجو من الله أن يحرر القدس وكذلك يحرر المكة والمدينة من أيدي الطغاة والظالمين، وأن يجعلنا مجاهدين لخلاص الأماكن المقدس وجميع وطن الإسلام والمسلمين في الدنيا جميعا. وأعتذر إليكم ما حضرت لأجل أن أقول شيئا في حق القدس، وأن القدس معلوم عندكم هو قبلتنا الأولى، ولا بد لنا أن نسعى لخلاص القدس كما أن المكة المكرمة القبلتنا الآن مقدس عند المسلمين، فكذلك القدس أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن الله في هذه الآية يبين لنا أن مكة المكرمة كما هو مهم للمسلمين، وأن القدس الشريف كذلك مهم للمسلمين. لا بد للمسلمين جميعا أن يسعوا لتحرير القدس، ونرجو من الله أن يحررها على أيدينا وأيدي المسلمين، ويوفقنا أن نصلي في القدس صلاة الشكر والفتح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كفى وشفى ووفى العلماء السادة العلماء الأجلاء من قبلي، وأتوا على جل مهمات هذه القضية الكبرى، ولكنني أريد أن أؤكد على معنى مهم، وهو أننا نعتقد أن القدس ستحرر، لا شك في ذلك. وبهذه النظرة الكونية والقدرية والسننية نستطيع أن نقول إن القدس على الحقيقة ليس في حاجة إلينا، وإنما نحن في حاجة إلى أن ندخل باب الشرف هذا الذي فتح لنا. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ولا بد أن نقول جزا الله خيرا إخواننا في هيئة علماء فلسطين، فهم الذين فتحوا أمامنا هذا الباب على مصراعيه وأشركونا في هذا الشرف العظيم. وإن هذه القضية كما تعلمون وكما ذكر كثير من السادة العلماء من قبلي وفي غير هذه المناسبة، هي قضية جامعة. كثيرا ما نختلف في السياسة أو نختلف في الاختيارات الفقهية أو السياسية أو الفكرية، لكننا نجتمع على قضيتين في الحقيقة: قضية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقضية المساهمة في تحرير بيت المقدس. وعند النظر الدقيق والتأمل نرى أن القضية الثانية يمكن أن تندرج في الأولى، فهذا مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن من الغفلة
أن نهمله ثم ندعي أننا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنقل إليكم تحايا السادة العلماء في بلادي في ليبيا، على رأسهم سماحة المفتي الشيخ الصادق الغرياني، الذي أعطى هذه القضية مساحة غير قليلة من وقته وجهده وفكره، والمؤسسات التي يقوم عليها، ومنها دار الإفتاء، ومنها المعهد الشرعي العالي للعلوم الشرعية، ومنها مركز الشيخ علي الغرياني الذي استضاف قادة من قادة المقاومة ليتكلموا ولينوروا شباب ليبيا وبناتها وأهلها بهذه القضية ومستجداتها. إن مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم ينتظرنا جميعا، ونحن نشرف بأن نشارك في هذه المسيرة الإسلامية العالمية الكبرى. لعل الله سبحانه وتعالى يكتبنا في سجل المجاهدين المدافعين عن هذا المكان المقدس. وأختم بهذه الأبيات من بردة البوصيري رحمه الله تعالى، وهو يقول: سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى في الختام أن أنقل لكم تحايا وتأييد ودعوات السادة العلماء في رابطة علماء المغرب العربي، التي تشمل علماء ودعاة وأئمة من دول المغرب العربي الخمس، التي هي على الحقيقة والتي يجب أن تكون دولة واحدة جزءا من عالمنا الإسلامي الكبير. هذا، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أولا نصح للأخ أنا نجوغو ابن مباكي الصعب، مدير إدارة الدعوة في جماعة عباد الرحمن، والأمير هو فضيلة الشيخ عبد الله لام حفظه الله، الوكيل كلاصي إن شاء الله بإذن الله تعالى. أما بعد، أيها الجمع المبارك والحفل الكريم، تحية طيبة مباركة من أفريقيا المسلمة ومن جمهورية السنغال خاصة. أتيناكم تلبية لنداء الإيمان والأخوة، عملا بقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. أيها الحفل الكريم، إن للمسجد الأقصى والأرض المباركة حوله منزلة كبيرة في قلوبنا نحن مسلمو أفريقيا، نحبه كما نحب مكة والمدينة، وتهوى إليه أفئدة الحجاج والزوار من أفريقيا كما تهوى إلى الحرمين الشريفين. فلذلك قلوب الأفارقة، شعوبها وعلماؤها وأئمتها معلقة بالمسجد الأقصى المبارك. إن الأفارقة قد ذاقوا طعم الظلم وعانوا من الاستعمار والاستخراب، فلذلك هم دائما مع كل قضية عادلة. فكيف إذا كانت تلك القضية إسلامية تعاني من ويلاتها إخواننا المسلمون في أي مكان كانوا؟ ولا عجب في ذلك، فقد ورثنا
من جدنا أصحمة ابن أبجر نصرة المظلوم وإيواء المضطهدين. وعلمنا علماؤنا بأن المسلم أخو المسلم، وأن المسلمون بعضهم أولياء بعض. فقد زار المسجد الأقصى وفلسطين بعض علمائنا ودعاتنا في سفرهم إلى الحج، وسجلوا في مناسكهم وكتبهم الذي ألفوها في ذكر مشاهداتهم وهم في طريق إلى الحج. ذكروا كثيرا من ذكرياتهم في المسجد الأقصى وفي فلسطين، مما جعل الناس يحبون فلسطين ويتعلقون به ويتوقون إلى زيارة المسجد الأقصى، وذلك منذ الإمام المجاهد الكبير عمر الفوتي رحمه الله إلى الشيخ إبراهيم نياس رحمه الله أيضا. فلذلك نحن إن شاء الله تعالى على ذلك العهد من الحب والنصرة غير مبدلين ولا مغيرين. أختم فقط بأمرين، الأول قصة والثاني رسالة. فأما القصة فهي قصة أليمة، فإن الكيان الصهيوني منذ أكثر من 4 سنوات تستغل الفقر والعوز في بلادنا، فتوزع الأضاحي في عيد الأضحى على الفقراء، فيتهافت الناس إليهم لتسلم هذه الأضاحي. لذلك السنة الماضية أصدرت ما يشبه الفتوى، وإن كنت لست من المفتين، ولكن لم أرى أي تعليق على الحدث من الأئمة والعلماء، فكتبت مقالا سميته أضاحي الكيان الصهيوني خبيثة. فقلت فيه بأن هذه أضاحي من ضحى بها فلا أضحية له، لأنه أولا من مال مغصوب، لأن الأرض الفلسطينية كلها مغصوبة، وكل ما نتج من هذه الأرض من مال من بترولها أو من اقتصادها فلا يمكن أن يصرف في عبادة حتى تقبل. والحمد لله تفاعل مع هذا المقال، ولا أقول الفتوى، كثير من الإخوة، وإن كان بعض أهل العلم أو المنتسبين إلى العلم ناقشوني فقالوا لي: ألم يكن رسول الله يلبي دعوة اليهود ويأكل في طعامهم؟ شر البلية ما يضحك. وأخيرا رسالة من هذا المنبر، وهو أنكم تعرفون أن الكيان يطرق الأبواب هذه الأيام لكي يدخل إلى الاتحاد الأفريقي ولو بعضوية مراقب. ومع الأسف الشديد بعض بلادنا ومنها السنغال قد رحبوا به أو قد رحب به الرؤساء، ولكن الحمد لله ما زال من الأفارقة ناس أقوياء وأعزاء رفضوا الاقتراح حتى أسقط والحمد لله. ولما حصل هذا نحن في التحالف الوطني لنصرة القضية الفلسطينية نسعى الآن للاتصال بالرئيس، ولا أدري هل هذا قد حصل من بعدي أم لا، لكي نبلغ إليه رسالة بأن الشعب السنغالي غير موافق على هذا القرار بعلمائه وبجميع الناس. فلذلك إن شاء الله تعالى نقول من هذا المنبر العلماء الدولي للكيان: لا أهلا ولا سهلا بكم. وسوف نصرخ بهذه الرسالة من على منبرنا أن لا نعترف بإسرائيل. والسلام عليكم ورحمة الله.